أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. سافر مع الأزمان، اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. من تمام العدل أن الله عز وجل خلق للكافرين وللفاجرين وللمنافقين نارا يعذبهم بها يوم القيامة، وإلا لاستوى المؤمن مع الكافر والصالح مع الفاجر. إذا جاء الكافر عند الله عز وجل يوم القيامة وعلم أنه لا مناص، وعرضت عليه أعماله وحوسب حسابا عسيرا وأوتي كتابه بشماله، هنا يوقن الكافر بالعطب وبالهلاك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت موتتي في الدنيا كانت نهايتي. يتمنى يوم القيامة أن لو صار ترابا مثل الحيوانات بعد أن تقتص من بعضها البعض تصير ترابا، يتمنى أن لو كان مثلها. فجأة والناس في المحشر في عرصات المحشر قد وقفوا آلاف السنين يرون من بعيد، بل ويسمعون صوت. أي صوت هذا؟ إنها جهنم، يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا، يتطاير منها الشرر، الشرارة الواحدة بحجم قصر من القصور. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، لها زفير وشهيق، لها صوت نفس والعياذ بالله. من بعيد تنادي من وكل بها وتنادي من ستحرقه فيها. إذا رآها الناس من بعيد يرون جهنم جثت الأمم على الركب كلهم، حتى الأنبياء، حتى الصالحون، حتى المؤمنون يرون جهنم. الناس كلها ترى النار، تجرها الملائكة فيجث الناس على الركب يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. يا الله، كل البشر يتذكرون إذا رأوا جهنم. هذه جهنم التي كنتم توعدون، شفتوها؟ شفتوا العذاب اللي الله أخبركم فيه؟ الآن تجر، الآن تسحب سحبا، الآن ليراها الناس. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، علموا، تأكدوا أنهم سيقعون فيها. يتذكر الإنسان في تلك اللحظة كل شيء، يتذكر يوم أن شرب الخمر، يتذكر لما عاشرها بالحرام، يتذكر أموال الربا التي أكلها، يتذكر ظلمه للبشر، يتذكر سبه وشتمه، يتذكر ما فعلت عيناه، ما صنعت يداه، ما بطشت به، أين مشت قدماه، كله يتذكر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أما الكفار، أما المشركون فإنهم يربطون بالسلاسل ثم يجرون على وجوههم إلى أين؟ إلى جهنم.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران يوضع على أجسامهم نحاس منصهر تغطى بها أجسامهم، ثم يسحبون على وجوههم زمرا مجموعات. إلى أين؟ إلى جهنم على وجهه. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يساقون زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات تلو جماعات، يصلون إلى أبواب جهنم لها 7 أبواب، كل باب له جزء مقسوم. تستقبلهم من؟ ملائكة الله عز وجل خزنة النار، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، يسألون الكفار، يسألون الفجار: ألم يأتكم رسل منكم؟ ما جاءتكم رسل؟ ما عندكم عقل؟ ما عندكم فطرة؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. منظر جهنم مخيف من بعيد، والله القلب ما يتحمل، القلب يصير هواء، تصل القلوب الحناجر فقط من النظر إليها. كيف بمن يساق على وجهه إليها؟ تنادي من بعيد تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يخرج من النار عنق يوم القيامة، فتقول وله لسان ينطق وعينان تبصران: أين أتباعي؟ أين من سيحترقون في؟ وكلت ب3 كل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين يعني الذين سووا تماثيل وصنعوا تماثيل تعبد من دون الله عز وجل، هؤلاء وكلت جهنم بهم. يبدأ الناس يساقون إلى النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يتطاير الشرر منها. نار تلظى، نار من رآها من بعيد لا يستطيع أن يمشي على قدميه، تربطهم الملائكة، تضع فيهم سلاسل تدخل من منخرهم وتخرج من استهم من أدبارهم، ثم يلفون بها، كل حلقة كحديد الدنيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وبدأ أهل النار يساقون إلى جهنم، إلى نار تلظى، إلى الجحيم، إلى النار الموقدة، يساقون إليها فيبدأون بدخولها، يتساقطون. وإذا سقط أحدهم في جهنم فإنه والعياذ بالله لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. يا عبد الله، أنت ما تعيش بالدنيا يمكن 70 سنة، أكثرها نوم وأكل وشرب ومتعة، وما تتحمل بلاء في 70 سنة اللي تعيش فيها. شلون الذي يسقط في جهنم ولا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 عاما؟ أعاذنا الله وإياكم منها. تخيل نارا حرارتها أشد من نار الدنيا ب70 ضعف. من رأى نارا عظيمة في الدنيا لم يستطع حتى أن يقترب منها. النار في الدنيا شيء عظيم، ولهذا من مات حرقا فهو شهيد.
كيف بنار أشد من نار الدنيا ب70 مرة. والأغرب والأصعب على أهل النار أنها ليست نارا مضيئة، بل نارا مظلمة سوداء. أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. كلما دخلت أمة في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها لعنت أختها. كل أمة تلعن الثانية، تقول ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، فيرد الله عز وجل لكل ضعف. أعاذنا الله وإياكم. عذاب جهنم ليس بالأمر الذي نتصوره، أكبر بكثير مما نتخيله. يؤتى بأهل جهنم إذا وقعوا فيها وسقطوا فيها وبدأت النار تأكل من جلودهم ولحومهم، ينزع الجلد واللحم عن العظم فيشويح. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ينفصل اللحم عن العظم من حر جهنم. الجلد موطن الإحساس، صح ولا لا؟ الجلد ينضج، يشوى شوي. شفت شلون يشوى الآن اللحم وكيف يشوى السمك؟ هكذا يشوى جلودهم، تشوى في جهنم. وكلما شويت الجلود على طول تتبدل. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يؤتى بالمجرمين في جهنم رأسه وقدمه. شفتوا الرأس والقدم يلصقان ببعض، ينكسران كسر. شوف ظهره يكسر ظهره، فيلصق قدمه برجله ليشوى. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقلبون في جهنم مثل الشوي. شفت الشواية؟ الدجاجة، اللحم، سمك كيف يشوى على النار، هكذا يقلبون. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. تربط أقدامهم وأياديهم بالسلاسل، فإذا قربت النار إليهم، الحين إيده مربوطة. الواحد لما يقرب النار إليه شو يسوي؟ يبتعد عن النار، يحط إيده عشان يتقي وجهه، عشان وجهه لا يحترق، يحط إيده. طيب إيده مربوطة في جهنم شو يسوي؟ علشان جسمه ما يحترق يضع وجهه في المقدمة يحمي جسمه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يا الله، يحرق وجهه عشان جسمه ما يحترق. تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اللهم نجنا من عذاب النار، اللهم نجنا من عذاب النار، اللهم نجنا من عذاب النار. الجوع في جهنم، الجوع في جهنم يعدل عذاب النار كله. يجوعون لكن ليس لهم طعام إلا من ضريع شوك، ليس لهم طعام إلا من ضريع. يأكلون طعام من شوك فتغص حلقهم. طبعا غصبا عليه يأكل، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يأكل طعام من شوك يغص به. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يأكل الطعام من شوك يغص به. طيب شو يسوي؟ يبي ماء، يصرخ في جهنم، مو قادر الشوك لا يطلع منه ولا يبتلعه. يصرخ يريد ماء، يستغيث. يشوفون أهل الجنة بنعيمهم، أنهارهم، كوثر وسلسبيل وأنهار وخمر وعسل وكل أنواع الشراب. ينادونهم أفيضوا علينا من الماء، نبي ماء، قطرة ماء، أو مما رزقكم الله. يردون عليهم إن الله حرمهما على الكافرين. يستغيثون بالماء، الله يقرب لهم ماء.
لكن شنو هالماء؟ حميم. قبل ما يشربون منه من شدة حر الماء تسقط فروة رؤوسهم، يشوى الوجه قبل الشرب من الماء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. في شيء اسمه الصديد. شنو الصديد؟ القيح اللي يطلع من جلود أهل النار، من فروج الزواني. الحرق يطلع مثل الصديد من جلودهم، من أجسادهم. يسيل الصديد في أودية جهنم، يسيل، سيل يصير، يشربون غصبا عليهم. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. في جهنم لهم فراش ولهم غطاء، فراش من النار وغطاء من النار. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، مهاد وغواش كل من جهنم والعياذ بالله. سمعت بشجرة اسمها الزقوم، تنبت في قعر جهنم من تحت، من الأصل تنبت وتتوزع في جهنم كلها. شجرة اسمها الزقوم، ثمارها مثل رؤوس الشياطين. أعوذ بالله من منظرها. لو قطرة من الزقوم تطلع وتقطر على الأرض تفسد الأرض كلها، كل الأرض تروح. شلون اللي يأكلها؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يأكلون منه غصبا عليهم، فإذا أكل بطنه يغلي. يشربون نوع من الشراب، الغسلين والحميم، يطلع من أدبارهم من شدة الحر، يقطع الأمعاء، تقطع أمعاءهم. هذه حياتهم، هذا مصيرهم، أكلهم، شربهم. عندهم ملابس في جهنم، قطعت لهم ثياب من نار. يلبسون ثياب كلها من النار وعليها رصاص. شفت الرصاص؟ النحاس المنصهر على أجسادهم. تخيل، هذه ثيابهم، هذا طعامهم، هذا شرابهم، هذه نارهم، هذه حياتهم. سموم ودخان طول الوقت. كان يقدر ينجو من هذا كله بصلاة يصليها ما تأخذ 10 دقائق من وقته. كان يقدر يقول لا إله إلا الله وينجو. كان يقدر يفتح المصحف، كان يقدر تدمع عينه فتحرم عليه جهنم، لكن للأسف أبى إلا أن يدخل النار. أعاذنا الله وإياكم منها. من يستطيع أن يتخيل نارا وقودها الحجارة؟ عاذنا الله وإياكم منها. نار توقد من الحجارة التي نعرف اليوم إذا رميت على النار أطفأتها. في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها الوقود هو الحجارة، ويضاف إلى الحجارة البشر، وقودها الناس والحجارة. نار الله الموقدة تحرق أجسادهم حتى تصل النار إلى سويداء القلب. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يصيحون، يرتفع بكاؤهم، يبكون، لكن من يسمع لبكائهم؟ يلعن بعضهم بعضا لكن لا فائدة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يستغيثون بربهم
انظروا ماذا يقول أهل النار، أهل الكفر، أهل الزيف، أهل الفجور، أهل الخمور، أهل الشرك، أهل العناد، أهل الإلحاد، أهل الاستكبار على الله عز وجل. شوفوا دعائهم: ربنا أخرجنا منها. يا رب أخرجنا من جهنم، يا رب ارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب ارجعنا إلى الدنيا نصلي، نصوم، نقرأ قرآن، نذكرك. بعد ما شاف النار يقول هذا الكلام. يرد الله عز وجل عليهم فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما عشتوا حتى الواحد فيكم بلغ، حتى الواحد فيكم طلع الشيب براسه؟ أرسلناكم نذير بعد نذير، بعد ايش تبون؟ شنو عذركم؟ ما في عذر خلاص. ينادون منه؟ ينادون خازن جهنم، خازن جهنم الذي ما يضحك أبدا. من أول ما خلق الله جهنم ما قدر يضحك. ينادونه: يا مالك. تخيل أهل النار كلهم يصرخون يستغيثون بمن؟ بمالك. يا مالك يا مالك ماذا تريدون؟ ليقضي علينا ربك. نتمنى الموت، أغلى أمنية عندهم الموت. اللي كان في الدنيا يبي يعيش كثر ما يقدر، اللي كان في الدنيا يعالج نفسه ويدور الصحة والعافية بس يبي يعيش، الحين يتمنى الموت لكن ما يحصل له. يا مالك ليقضي علينا ربك. يرد عليهم مالك بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة يجيبهم. تدرون شو يقول لهم؟ قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أنتم ما استجبتوا خلاص، انتهى، ما في دور ثاني. ينادون ربهم مرة ثانية: ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها. حتى الملحد، حتى اللي كان يقول في الدنيا ما في رب ما في إله، راح يقول يوم القيامة: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. تعرفون هالإجابة الآن إيش راح تصير؟ الآن أقصى إجابة، الآن الإجابة اللي بعدها ما في استغاثة خلاص، بعدين حتى الاستغاثة تنقطع. تدرون شنو الجواب من رب العالمين؟ قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما بكلام بعد الآن خلاص، اخسأوا في جهنم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. تضحكون عليهم كنتوا في الدنيا؟ عبادي اللي كانوا يصلون يذكروني ويطيعوني كنتوا بس تضحكون عليهم، تستهزئون بهم. الآن إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الآن يبدأ البكاء في جهنم، لكن بمن سيستغيثون؟ خلاص يحاولون يطلعون من جهنم، تستقبلهم الملائكة بمقامع مطارق من حديد، يضربون بمقامع من حديد ليرجعوا مرة أخرى إلى قعرها، إلى سمومها، إلى حميمها، إلى غسلينها. تخيلوا نارا ترضى، تخيلوا الجحيم، أعاذنا الله وإياكم منها. يؤتى يوم القيامة بأنعم إنسان، أنعم إنسان عاش في الدنيا، الأغنى، الأكثر صحة، الأكثر نعمة وعافية وخدم وحشم، أكثر إنسان تنعم في الدنيا وهو كافر. يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة ما يدخل، يغمس في النار غمسة. فيسأله الرب بعد هذا: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ تذكر شيء من نعيم الدنيا؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط. ينسى نعيم الدنيا كله بغمسة في جهنم والعياذ بالله. كيف بمن يكون من أهلها؟ تدري من أقل
عذاب في جهنم أقل واحد اللي ما يكون في النار مباشرة، اللي ما تمسه النار مباشرة، اللي يكون في ضحضاح من النار، يعني على أطراف جهنم، اللي يحوشه بس شيء قليل في رجله يحوشه من جهنم. هذا أقل واحد عذاب من أهل النار. فقط جمرة من جهنم تصيبه، جمرتين بس توضع تحت قدميه، هذا من أهل النار، لكن ما يدخل جهنم مباشرة. جمرتان في رجليه. تعرف ما الذي سيحصل؟ أبعد شيء من قدميه وين؟ راسه، صح ولا لا؟ أبعد شيء في الجسم من القدمين الراس. تدرون شو يصير في راسه؟ يغلي دماغه. هذا أقل أهل النار عذابا. يظن إن أشد أهل النار عذابا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. تبي الله عز وجل يعيدك من عذاب جهنم؟ نص تمرة صدقة يجعل الله لك بها حجابا من النار يوم القيامة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 سنة. ركعتين آخر الليل تجعل لك حجابا من النار يوم القيامة. عبد الله، اعمل من الصالحات وادعو الله عز وجل. فمن قال 3 اللهم أجرني من النار، قالت النار اللهم أجره مني، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، واجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قف أنت مهما كنت شاهد،